الفيلم لو عجبكم هنعرف من تعليقاتكم واشتراكاتكم، وأكيد وقتها هننزل لكم أفلام أكتر هتعجبكم. المسلسل بيحكي عن شانج واللي بيكون ولد صغير وضعيف وما عندهوش قدرات تقريبا، وشانج بيكون ابن ملك قوي كل الممالك بيعملوا له حساب واسمه شيان. والملك شيان لما بيشوف ضعف ابنه بيسأل ال 12 قائد بنفسج عن مستواه، وبيقولوا له انه مفيش امل انه يكون قوي ويكتسب مهارات، فبياخد ابنه ويروح بيه لكبير المعلمين واللي بيقول له لازم يقبل بالامر الواقع وبضعف ابنه. ساعتها الملك شيان بيدي شانج قرية جبل يونو علشان يعيش عليها بعيد عن اي حروب او مشاكل تخص المملكة، وبيعيش معاه الجد ليان وهو اللي بيدربه وبيرعاه على القرية. وبعدها بتمر سنتين بنشوف شانج وبنعرف ان مفيش حد من اهله بيروح يزوره، ولا باباه ولا اخواته. ولما بيجي يوم دانجيان، وده يوم بيتكرر كل سنتين في التقويم الصيني ومعظم الصينيين بيحتفلوا بيه، بيكون شانج مستني باباه وبيتوقع انه اكيد هيزوره، لكن بيحصل العكس ومحدش بيروح له. بس الجد ليان بيفرح شانج لما بيجيب له طائر صغير هدية، وشانج بيسميه شاولي وبيعتبره صديقه، وبيبدأ يحكي للجد انه زعلان من باباه واخواته اللي مش بيسألوا عليه ابدا، ولما بيشوفوه بيستقلوا بيه لانه ضعيف وهم اقوى منه. وقتها بيستغرب الجد من تصرفات الملك شيان مع ابنه شانج واللي بيكون شايفه شبهه في حاجات كتير وفي يوم هيكون زيه. وبتمر الايام في قرية جبل يونو وشانج مش بيعمل اي حاجة غير انه بيلعب مع شاولي وبيعلمه الطيران، وفي نفس اللحظة بيهجم وحش غريب على شكل جذوع شجر على قرية اسمها تايجا، وبيهاجم ولد وبنت. ولما بيهربوا منه بيشوفهم حراس شانج وبيموتوا الوحش، والولاد بيروحوا لشانج وبيشكروه وبيعرفوه على نفسهم وبيعرضوا عليه ينضم لهم ويلعب معاهم. وفعلا شانج بيروح معاهم لقرية تايجا وبينبهر بكل حاجة بيشوفها هناك. وبعد وقت بيوصل له واحد من الحراس وبيعرفه ان اخواته وصلوا لقرية جبل يونو، وطبعا بيفرح شانج وبيروح مع الحارس للقصر. ولما بيقابل اخواته بيعرف منهم انهم ما كانوش بيزوروه لانهم كانوا مشغولين في تدريب الجيش مع باباهم. وتاني يوم اخوات شانج بيودعوه وبيرجعوا للمملكة، اما شانج بيصر يعيط وبيتمنى يكون قوي علشان يقدر يعيش مع باباه واخواته. وفي اللحظة دي بيقرر شانج يغير كل الكلام اللي اتقال عنه زمان، وبيروح للجد ليان وبيطلب منه يتدرب ويتعلم علشان يزود مهاراته. وقتها الجد بيعرفه ان التدريبات مش هتكون سهلة وهيمر ب3 مستويات، وعلشان يعدي كل واحد فيهم هيحتاج سنين كتير تدريب وتعب، ده غير الطاقة الروحية اللي لازم يتدرب عليها كمان ويحترفها. وقتها وافق شانج انه يتعلم، والجد ليان بعت للملك وعرفه ان شانج عايز يتدرب ويتعلم فنون القتال. والملك بسرعة طلب من الوزير بتاعه يبعت نسخة من اسرار القتال لابنه في جبل يونو، وكمان يبعت كل مدربين القتال لهناك علشان ابنه يختار منهم فن القتال اللي عايز يتعلمه. وبعد ما وصلوا المعلمين لجبل يونو وكل واحد منهم ورى شانج مهاراته، شانج اختار ان اللي يدربه المعلم زو واللي بيقدر يبعد اي حاجة مكسرة عنه. وبعدها الجد ليان ادى شانج اسرار القتال اللي باباه بعتها له، وشانج في البداية قرر يزود طاقته الروحية، ده غير ان المعلم زو بدأ يدربه كتير من غير راحة. ومع ان الجد ليان كان متضايق علشان شانج اللي كان بينام وهو بيتدرب من كتر التعب، لكن مع الوقت شانج بقى اقوى وتعود على التدريب لدرجة ان لما اصحابه اللي من قرية تايجا بيطلبوا يلعبوا معاه مش بيوافق وبيقرر يكمل تدريب. وفي يوم شانج وهو بيتدرب هجم عليه الوحش اللي من جذوع الاشجار، وشانج قدر يهرب منه من غير مساعدة الحراس، بس لما تعب والوحش كان هيموته اتدخل المعلم زو وانقذه. وبعد سنة المعلم زو عرف شانج انه نقله كل خبراته، وجا الوقت اللي يتدرب فيه لوحده ويتقن الفنون القتالية اللي اتعلمها. ومع ان شانج كان متضايق ان المعلم زو هيسيبه، لكن قرر يكمل ويكون قوي، ووعد المعلم انه هيكون محترف الفنون اللي اتعلمها في اسرع وقت ممكن. وبعدها رجع المعلم زو للمملكة وعرف الملك شيان ان ابنه شانج ليه مستقبل رائع وهيكون من احسن المحاربين، بس محتاج لوقت كبير في التدريب مش اقل من 30 سنة. ومع ان الملك شيان اتضايق بسبب الوقت الطويل اللي شانج محتاج يتدرب فيه، لكن فرح لان ابنه بيحاول يكون قوي مع انه ما عندهوش موهبة تساعده. وفي نفس الوقت ده كان شانج بيقرا في اسرار القتال اللي بعتها له باباه، ولما ورقة منهم وقعت منه لفت نظره انها بتلمع، فبسرعة اخدها وحاول ينفذ كل اللي مكتوب فيها واللي كانت تدريبات عن الطاقة الروحية. ولما قدر شانج انه ينفذها ظهرت له بلورة اتقسمت لجزيئات ودخلت جوه جسمه، واستغرب شانج لما حس بعدها
إنه بقى أقوى، بس فرح واحتفل مع شاولي. ومن اللحظة دي قرر شانج إنه ينمي القدرة اللي اكتسبها، وبقى بيقرأ كل أسرار القتال وبينفذها، وكمان بيتمرن على فنون قتال جديدة من اختراعه. وبعد ما بتمر 3 سنين بنشوف إن شانج بقى أقوى بكتير، وبيعرف إنه بقى قادر يحس بقوة الرياح، وعلشان يتأكد بيروح للغابة وبيخلي الوحش اللي مزروع من الأشجار يهاجمه. وبيفرح شانج لما بيقدر يهزمه، وكمان بيرجع لقرية جبل يونو وهو بيتنطط على الجبال والصخور وبيطير. ولما الحراس بيشوفوه بيبلغوا الجد ليان باللي حصل، وهو بسرعة بيبعت رسالة للملك شيان وبيقول له المستوى اللي وصل له ابنه. وقتها الملك بيفرح وبيطلب من الحراس يرجعوا للمملكة. وبتمر الأيام وشانج بيكمل تدريبات وبيبدأ يهزم تماثيل محاربة، وبيوصل لمرحلة ناس كبار لسه بيتعلموا يوصلوا لها. ولما بيرجع يقرأ في أسرار القتال بيكتشف ورقة بتنور لما بيلمسها، وبيظهر له منها محارب معاه سيف قوي اسمه دونجيان، وبيقول له إن السيف ده ممكن يحارب بيه في صورته وهو ظاهر أو هو مختفي. وعرفه إن سيف دونجيان مميت، ولو أي شخص طعن بيه أكيد هيموت، وكل ما ناس أكتر بتموت بيه كل ما قوة السيف بتزيد. وأكد عليه إنه لو أخد السيف لازم يحافظ عليه، لأن ناس كتير هتكون عايزة تسرقه وهيستخدموه غلط. وقتها فضل شانج يفكر في السيف وقوته، ويا ترى هيقدر يحافظ عليه ولا لأ. وفي الآخر استقر إنه لازم ياخد السيف. وتاني يوم راح للمملكة وعرف إن باباه مش موجود. وقتها دخل للقصر وأخد سيف دونجيان ورجع لقرية جبل يونو. وهو في الطريق عدى على قرية تايجا وشاف هناك عصابة الرياح السوداء بيهاجموا الناس اللي في القرية، ومنهم تايشا وأخوها. وبسرعة دخل شانج وراح ضرب العصابة، وزعيم العصابة لما شاف قوته هرب بسرعة، بس ده بعد ما كانت تايشان اتصابت. واتضايق أخوها لأن شانج ما موتش أفراد العصابة وانتقم منهم، بس شانج كان شايف إن القتل مش دايما بيكون حل. ووقت ما كان هو وأخو تايشان بيفكروا ينقلوها لجبل يونو علشان الدكتور يعالجها، عرفوا إن عصابة الرياح السوداء هجمت عليهم تاني. ولما خرجوا لهم لقوا مع العصابة الزعيم بنفسه اللي جاي ينتقم منهم على اللي عملوه مع أخوه أفراد العصابة. في الوقت ده شانج اتحدى الزعيم وحاول يضربه، ولما معرفش ضرب كل أفراد العصابة الأول وخلص منهم، وبعدها حاول يطير ويهرب من الزعيم. بس زعيم العصابة قال له إنه لو ما سلمش نفسه ليه هيموت أهل القرية. وبسرعة نزل له شانج وموته بسيف دونجيان، وموت كمان أخوه. وفي اللحظة دي فهم إن القتل أوقات كتير بيكون صح وبيخلص الناس من ظلم كبير. وبعدها بتمر سنين كتير وبيكبر شانج وبيكمل 21 سنة، وبيكبر كمان شاولي وبيكون الطائر اللي بيلف بيه شانج في كل مكان. ويوم عيد ميلاد شانج الجد ليان بيقول له إنهم لازم يروحوا للمملكة عند باباه، لأنه عامل احتفال كبير هيحضروا كل قادة الممالك والشخصيات المهمة. وشانج بيعرفه إنه هيروح لمشوار مهم ويروح له على المملكة. وفي نفس الوقت ده شفنا الإمبراطور شو واللي بيكون أكبر عدو للملك شيان، وعرفنا إنه أمر وزيره يبعت جاسوس يراقب الملك شيان ويقول له كل أخباره. أما في قصر الملك شيان كان الجد ليان وإخوات شانج بيستقبلوا المدعوين للحفلة، وعرفوا إن الإمبراطور شو بعت لهم جاسوس. وبسرعة راح واحد منهم عرف بابا الملك شيان إن الإمبراطور شو بعت لهم جاسوس اسمه زانجو. والملك شيان قرر إنهم يفكروا في حل بعد ما الحفلة تخلص. وبعدها الناس بدأت تسأل عن سبب تأخير شانج، وتوقعوا إنه مش هيحضر الحفلة لأنه ضعيف. بس ساعتها شفنا شانج وهو متنكر وبيحارب محارب شرير وموته بسيف دونجيان. وعرفنا إنه من وقت ما موت زعيم عصابة الرياح السوداء وهو قرر يموت أي زعيم عصابة شرير ويخلص الناس من شره. وبعدها راح شانج للحفلة والناس ما صدقوش لما شافوه. وهناك كان الملك شيان قاعد مع الملك شان كوان، واتفقوا إنهم يسيطروا على مملكة شو ويقسموها بينهم. وبعد الحفلة الملك شيان أخد أولاده لمملكة الأسلحة، وهناك عرف شانج عن السبب اللي خلاه بعده عنه وقضى حياته على جبل يونو. وقال له إن المملكة بتاعتهم مستهدفة من زمان، والإمبراطور شو حرق المملكة زمان وموت مامته. ومن وقتها الملك شيان بيخوض حروب هو وأولاده، وعلشان كده بعت شانج عنهم علشان محدش من أعدائه يوصلوا له ويؤذوه. وقتها شانج طلب من الملك شيان ينضم للجيش علشان ينتقم لمامته، بس الملك شيان رفض، واخواته قالوا له إن لسه ما جاش الوقت المناسب اللي ينتقموا فيه لمامتهم. وفي اللحظة دي اتضايق شانج ورجع لقرية جبل يونو، وتوقع إن باباه واخواته لسه مش مقدرين القوة اللي وصل لها وبيبعدوه عنهم. وهو قاعد متضايق وبيتكلم شاولي شاف كورة نور بتقع من السما فوق الجبل، ولما راح يشوفها شاف حشرة عملاقة هجمته، بس بمساعدة شاولي قدروا يقضوا عليها. وبكده قدر شانج يوصل لمكان كورة النور واكتشف إنها مجرد بلورة، وفجأة بدأت تتحول لشعاع وعملت أشعة كتير حواليه وعلى جسمه. وقتها حس شانج بألم جامد في جسمه، بس فجأة اختفى الألم وحس بقوة غريبة ما كانش ممكن يحس بيها غير بعد سنين من التدريب. وفرح شانج إن اللي حصل ده وفر عليه وقت ومجهود كبير،
كبير وقرر يتدرب كتير ويحافظ على القوة دي. وفي يوم بدأ شانج يتدرب مع شاولي ويحاربوا بعض، بس اندمجوا زيادة عن اللزوم وكسروا الجبل واتفاجئوا بحشرة عملاقة ظهرت لهم منه وبدأت تهاجمهم. وكالعادة بعد ما بيتحد شانج مع شاولي بيقدروا يهزموا أي حاجة. وبعد ما خلصوا من الحشرة شانج اكتشف مكانها بلورة زي اللي اتحدت مع جسمه قبل كده، بس كانت أكبر وأتقل بكتير لدرجة إنه ما قدرش يشيلها ووقع بيها، بس في الآخر قدر ينقلها لقصر الملك شيان. وهناك بعد ما اخواته حاولوا يكسروها وما قدروش استدعوا كبير الحدادين اللي حاول كتير يكسر البلورة وبرضه مفيش فايدة. وفي الوقت ده كان وصل للإمبراطور شو رسالة من الملك شيان بيطلب منه 200,000 جندي علشان يضمهم للجيش بتاعه. وقتها استغرب شو وقال للوزير إن ده أكيد فخ من الملك شيان، لأن جيشه فيه عدد جنود كبير جدا ومش محتاج ل200,000 جندي زيادة، وما بقاش عارف يتصرف ازاي، لأنه لو بعت للملك شيان الجنود غالبا هيحاربوا بيهم، ولو ما بعتهمش يبقى بيعادي الملك زيادة وهيبقى ده سبب الحرب اللي هتقوم بينهم. وعلشان كده أمر الوزير بتاعه يتعاقد مع قطاع الطرق والمجرمين علشان يساعدوه لو حصل حرب. ووقتها وصل للإمبراطور شو رسالة من زينجو واللي عرفوا فيها إن الملك شيان اتفق مع الملك شان كوان إنهم يستولوا على الإمبراطورية بتاعته. وبكده اتأكد الإمبراطور شو إن الملك شيان ناوي على الحرب. وفي اللحظة دي بنشوف شانج اللي وصل لكبير المعلمين فانج وحكاله عن البلورة الضخمة اللي لقاها في الجبل. وبسرعة المعلم فانج راح معاه للقصر، وبعد ما شاف البلورة قال له إن دي عبارة عن سلاح بينقل الشخص من مستوى القوة اللي هو فيه للمستوى اللي أعلى منه، بس ده بعد ما بيمر بتحديات ولعنات هتحصل له، ولو قدر يعديها كلها هيكتسب قوة كبيرة وكمان عمر طويل. وأكد عليه إن الحل علشان ينجح لازم يطور وينمي طاقته الروحية. وحكاله عن شخص قدر يوصل للسلاح ده، بس كانت اللعنة بتاعته إنه موت شخص وتسبب بموته في ضياع حياة ناس كتير، ولأنه ما قدرش يعدي اللعنة اكتئب ومات، وده بعد ما تخلى عن حياته وقوته. وقتها قرر شانج إنه يفكر إذا كان هيقدر يستخدم السلاح ده ولا لأ، وده هيكون في الفترة اللي هيصنع فيها المعلم فانج السلاح وهيخرجه في شكله النهائي. ومن اليوم ده رجع شانج لقرية جبل يونو وبقى بيتدرب طول الوقت وخصوصا على الطاقة الروحية، وقدر في وقت قليل جدا إنه يزود طاقته 3 مستويات ويقدر يسمع ويشوف ويحس بحاجات بعيدة عنه، ده غير قوة الطيران اللي قدر يزودها، وبقى بيقدر ينزل للأرض بسلام من بعد ما بيطير من مكان عالي جدا. وفي الوقت ده كان المعلم فانج جهز أسلحة من البلورة اللي لقاها شانج وسلمهم للملك شيان، واللي قال إن الأسلحة دي هتساعدهم في حربهم مع الإمبراطور شو. وبعد ما سلم الملك شيان الأسلحة لأولاده دور على شانج علشان يسلموا سلاحه، بس اكتشف إنه مختفي من فترة. وقتها كان شانج طاير بشاولي وبيراقب زانجو وعرف مكان الرسائل اللي بيبعتها للإمبراطور شو، بس لحظه إن زانجو شافه وبعت له 2 من الحراس علشان يموتوه، لكن اتفاجئ بإن شانج قدر يقضي عليهم في لمح البصر. ولما بعت له 2 من الحراس أقوى اتصدم لما برضه شانج قضى عليهم بسهولة. وقتها زانجو بدأ يحارب شانج بنفسه، بس شانج موته بسيف دونجيان. وبعد ما أخد صندوق آخر رسالة كان هيبعتها للإمبراطور شو راح قعد بعيد وعالج نفسه من الإصابات اللي حصلت له عن طريق الطاقة الروحية. ووقتها انتشر خبر موت زانجو بين الممالك، والخبر ده كان كارثة للإمبراطور شو وما بقاش عارف هيتصرف ازاي لوحده مع الملك شيان. وفي الوقت ده كان شانج راجع لبابا المملكة، بس في الطريق شاف الملك شان كوان هجم على قرية جبل يونو وبيموت الجد ليان، ولما راح له شانج علشان ينقذه ما لحقهوش ومات. وطبعا شانج ما قدرش يشوف الراجل اللي رباه واعتنى بيه حصل له كده، فقام وانتقم من كل جيش شان كوان وموتهم بسلاح دونجيان. وبعدها أخد جده ورجع المملكة عند باباه، ومن اللحظة دي عاش شانج فترة كبيرة وهو زعلان على الجد ليان لحد ما في يوم قرر يتدرب تاني ويكون قوي، لأن ده اللي هيفرح جده. ووقت ما كان شانج بيتدرب شاف العلبة اللي أخدها من زانجو، وبعد ما نفذ الرسومات اللي عليها وقلدها اكتشف إن طاقته بتزيد. وبعد ما دخل لغرفة المخططات اللي في القصر لقى علبة تانية شبهها الجنود أخدوها من جبل يونو وقت ما شان كوان موت الجد ليان. وبعد ما شانج فتحها اكتشف إن جواها مخططين وتوقع إنهم برضو بيزودوا الطاقة. وبعدها بيروح شانج لباباه اللي بيكون عامل اجتماع وبيعرف ولاده والشخصيات المهمة اللي في الحكم إن المعلم فانج قال له على مميزات ومخاطر السلاح الجديد، وقال لهم إنه هيروح في عزلة لمدة 49 يوم علشان ينمي قدراته ويواجه تحديات السلاح الجديد، لأنه أملهم في القضاء على إمبراطورية شو. وقتها شانج طلب من باباه ياخده معاه علشان يكون قريب منه، وفكروا إنه وعده زمان إن لما طاقته تعلى ومستواه يتحسن في القتال هيقربوا منه، بس اتصدم شانج لما باباه رفض ياخده وقال له إن رغم قوته الخارجية هو
هو لسه مش واثق في قوته الروحية ومش عارف ايه اللي ممكن يحصل في فترة مواجهة تحديات السلاح. وقتها اتضايق شانج وسابهم ومشى وراح يكمل تدريب، لان دي الحاجة الوحيدة اللي بتخرجه من حالة الغضب اللي بيكون فيها. وبعدها شاف شانج المخطط اللي اخده من اوضة المخططات، وبعد ما نفذ الرسومات اللي عليه قوته زادت اكتر، وراح بسرعة قضى على مجموعة اشرار وهو متنكر، وبقى مشهور بانه قاتل محترف بين الممالك. وبعد ما رجع للقصر قال لشاوليه انه هيستخدم قوته ويروح مع بابا الملك شيان في عزلته ويحميه. ووقتها بنشوف الامبراطور شو اللي كان وصل لمملكة الامبراطور دان واخوه وو، وطلب منهم ينضموا له ويساعدوه في القضاء على مملكة الملك شيان. لكن دان ووو رفضوا ينضموا له لان الخسائر اللي هتحصل لهم هتكون اكتر بكتير من المكاسب اللي هياخدوها لو كسبوا المعركة. وبعدها بنشوف شانج وهو متنكر في شكل القاتل المحترف، ووصل لواحد من كبار المسؤولين في مملكة الملك شيان. وبعد ما المسؤول حاول يقضي عليه اتفاجئ بسرعة شانج الجبارة. وقتها شانج طلب منه ينضم للفريق اللي هيحمي الملك شيان في عزلته. وبعد ما المسؤول اخد رأي الملك ووافق بدأوا الرحلة لمكان عزلة الملك شيان. والمعلم فانج قدر يختار كهف وقال ان ده افضل مكان لمواجهة تحديات السلاح، وخرج طاقة زود بيها الحراس علشان يكونوا مستعدين ويحموا الملك. وكمان جهز المكان اللي الملك هيقعد فيه، ده غير انه عمل بلورة حماية حواليهم علشان محدش يوصل لهم. واكد على الحراس ان محدش فيهم يقرب من الملك وقت العزلة حتى لو شافوه بيتألم او البرق بيضربه. وفي الوقت ده بنعرف ان الملك شان كوان اتفق مع الامبراطور دان واخوه وو انهم يقضوا على الملك شيان. وبسرعة قدر دان ووو يوصلوا لمكان عزلة الملك شيان، وحاولوا يقتحموا بلورة الحماية ويوصلوا له، بس الموضوع كان صعب في البداية لانهم كانوا شايفين البرق وهو بيضرب الملك شيان وعارفين انه مع كل ضربة بيكون اقوى. وفضلوا مستنيين لحد ما في مرة البرق ضرب الملك شيان جامد وكسر بلورة الحماية. وبسرعة دخل وو ودان ومعاهم الجنود وحاولوا يوصلوا للملك شيان، بس المعلم فنج عطلهم ودخلهم في متاهة، وشافوا نفسهم اشخاص كتير. ومع ان دان حاول يحمي جنوده ويخرجهم من المتاهة لكن فشل، وعلشان كده اتصرف بسرعة وبدأ هو وو يهاجموا حراس الملك شيان. ده غير ان وو عمل تنين من التلج وبعته للملك شيان علشان يقضي عليه، وده في نفس الوقت اللي كان فيه الملك شيان تعبان من ضربات البرق وقوته بتقل. وبالنسبة لتشانج كان بيحاول يقضي على مجموعة جنود أشرار من جنود دان ووو، ووقتها دان خرج سلاح بسرعة وطيره عند الملك شيان علشان يقضي عليه ويخلصوا. بس المعلم فانج شافه ولحقه بسرعة قبل ما يوصل للملك، بس المفاجأة ان السلاح وقع على الجبل وكسره، وكسر كمان المتاهة اللي كان موجود فيها جنود دان ووو، وبقى الوضع صعب وخرج عن السيطرة. ده غير ان وو ركب على تنين التلج علشان يوصل للملك شيان، بس للحظ ان شانج شافه وراح وراه واخد كل الضربات بدل بابا الملك شيان، ورغم كده قاوم وموت وو. وبالنسبة للملك شيان كان استعاد قوته وكمان اخد قوة السلاح، بس بعد فوات الاوان لان الماسك وقع من على وش شانج، والملك شيان شافه وعرفه وطبعا حزن على ابنه اللي مات قدام عينه وقرر ينتقم له. ودان اول ما شاف اللي حصل هرب بسرعة هو وباقي جنوده. والملك شيان يا ترى هيعمل ايه؟ هيستسلم لموت ابنه ولا هيروح ويرجع له حقه من الملك دان؟ ده اللي هنعرفه في الموسم الثاني من المسلسل. وبكده بيكون خلص فيلم النهاردة، ونحب نعرف رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة، وياريت تكتبوا لنا اقتراحاتكم لأفلام جديدة.